الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، عباد الله، علينا بتقوى الله جميعا، وعلينا بشكر الله سبحانه وتعالى، وعلينا بعدم عصيانه. إذا لاحظنا أيها الأحباب منكرات ترتكب في عالم المسلمين اليوم، فمن أين نبدأ؟ وماذا نذكر؟ وماذا نقول؟ منها منكرات نرتكبها في أول خطوة من خطوات بناء الحياة الزوجية، خطوة الخطوبة. منكرات مع الأسف الشديد تتفاقم يوما بعد يوم، ولا أحد يحاول مقاومتها. كل طرف يردد مستسلما لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يلقي لشرع الله فيها بال. الزواج أيها الأحباب جعله الله للمودة والألفة والمحبة. نحن مع الأسف الشديد من أول ليلة نبدأ زواجنا بالعنف، نبدأه بالإرهاب، نبدأه بالبارود، نبدأه بالرعب، نبدأه وكأن العريس سيهاجم عدوا طالما انتظره. مع الأسف الشديد ليست هذه المودة. نبدأ بالبرود المزعج أول ليلة في الحياة الزوجية، لا نلقي بال لا للزمان ولا للمكان. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دعوة لكل الناس مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم وأديانهم. يا أيها الناس، دعوة لكل الناس، دعوة للمسلم والكافر على حد سواء، كلهم أبناء آدم وحواء، للتعارف. ومن أسباب التعارف ومن وسائل التعارف بين الناس الزواج. لا فرق ولا تمايز بينكم أيها الناس إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، لا بالأحساب. وموقع التقوى القلوب والأعمال لا المظاهر. إن الله عليم خبير. لذلك أيها الأحباب عليكم، إن الله عليم بأموركم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. اليوم قبل أن نتعرض للزواج من حيث الحقوق والواجبات وظاهرة الطلاق والعنوسة، سوف نحاول الشروع في سلسلة حول هذه القضايا الاجتماعية الهامة التي نعاني منها جميعا. اليوم نتناول بعض من آداب الخطبة، بعض من آداب الخطبة في الإسلام. فما هي الخطبة؟ أولا، الخطبة هي طلب الرجل المرأة للزواج. وهل إذا طلبت المرأة الزواج من الرجل يسمى خطبة أيضا إذا كان العكس؟ الجواب نعم، إلا أن العادات والأعراف لم تعتاد ذلك. لم نعتاد أن المرأة هي تروح تخطب. مع الأسف هذا السلوك عندنا عار، أن يخطب الولي لابنته، بل ربما يتهم وتكثر التساؤلات ويظهر أن هذا السلوك من العيب. بينما كان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم يختار الأب لابنته كما يختار لابنه. عمر راح يتنقل من صحابي إلى آخر، يطبطب البيبان، يخطب لابنته ويعرضها عليه كزوجة
لأنه يختار الرجل الصالح لابنته. ولو نلاحظ تاريخ السلف الصالح أيضا تاريخ ناس بكر كما نقول الصالحين. مع الأسف نحن لا نقرأ تاريخنا ولا نقرأ سير الصالحين. فلو ظهر اليوم سلوك مثل سلوك سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه مثلا، الذي خطب ابنته من؟ الملك رئيس زمانه الخليفة عبد الملك بن مروان لابنه وولي عهده، فرفض أبو سعيد. كيفاش يخطبك ملك الملوك رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية يخطب ابنتك وترفض؟ لم يغريه لا المال ولا السلطان ولا الجاه. احنا لو كان يخطبنا مسؤول غير أقل من رئيس الجمهورية نمدوا له بدون شرط. ثم راح هو خطب لابنته طالبا من طلبته، واحد من التلاميذ بتاعه، فقيرا، وزوجها منه، وكان بها سعيدا ولها مجلا ومحترما. نحن أول ما نسأل عن الخطيب نسأل عن ماله، قداش يخلص، موظف مرسم ولا لا، ولا في الإدماج. نطرح هذه الأسئلة. إذا كان في الإدماج هذا وقتي، هذا ما نظنش ما نقبلوش. كان موظف مرسم ولا عنده شركة ولا غيره. عن وظيفته وعن سكنه. بل ومن قبل ذلك أرسلت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وما أدراك ما خديجة، أرسلت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تخطبه لنفسها، خطبته لما رأت فيه من الأخلاق والشيم والفضائل. في زماننا أيها الأحباب لو سمعنا أن فلانة خطبت ذلك الشخص الصالح الطاهر الأصيل لسمعنا إشاعات، ولا سمعنا أقاويل وإشاعات، ولا صارت مسخرة المجالس. الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لخديجة، استجاب لخطبتها وتزوجها، والفارق بينهما 15 سنة. مقاييس الشباب اليوم مع الأسف الشديد، لا المرأة الصالحة ولا بنت الأسرة الصالحة ولا الولي الصالح أشرط وشارط يا وليدي. أنا المرأة اللي يجيبوه لك ما هي مقاييسه؟ بيضاء، هذه ولت مشهورة المقاييس عنها، بيضاء وطويلة. هذه الشروط نتاعنا مع الأسف الشديد. لا يهم أصلها ولا يهم أخلاقها أبدا، هذه الأشياء لا نسأل عليها. بل المطلقة والأرملة خلاص ما عاد يسأل عليها حتى واحد أبدا، لا أحد يتقرب منها. والتي كبرت في السن نوعا ما علينا أن نفقه موضوع الخطبة في الإسلام. نعم أيها الأحباب، لقد شرع الإسلام في الخطبة آدابا حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ونبه إلى لزوم الاعتناء بها حتى تحقق الخطبة غايتها. ونحن في زماننا ضيعنا أهدافها وتساهلنا، كما تطرفنا وفرطنا نظرا لجهلنا وتجاهلنا بشرع ربنا. فهو المجتمع كما نسمع ونرى يجني تعثرا في الزواج، وكثرة في الفراق والطلاق. وسوف نذكر بإيجاز أهم الآداب بعيدا عن المجاملة. نسأله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظنا من الوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أما بعد، أحباب رسول الله، من آداب الخطبة رقم 1
أن يعرض الولي على ابنه الخطبة حينما يتوفر كمال الأهلية. تعرف ولدك والله راجل صح والله بالغ الرشد فعلا، والاستعداد المادي والمعنوي، وتوفير ما أمكن من المسكن والنفقة. وما كثرة الطلاق أيها الأحباب، خاصة في ولاية الواد، خاصة في ولايتنا المرتبة الأولى تقريبا، بسبب شعور الشباب المتزوج بالمسؤولية، لأنهم وجدوا الزواج ميسرا من طرف الأولياء، ما هوش عارق على زواجه، وبالتالي الطلاق يكون سهل عنده، مش عارق عليها الزوجة أبدا. كما نقول من جهة أخرى أن أكثر ما يعانيه شباب اليوم من تأخر الزواج في زمن تعقدت فيه الحياة وغلت الأسعار، مما جعل العزوبية والعنوسة تزداد يوما بعد يوم. رقم 2 من الآداب أن يحسن كل طرف اختيار الطرف الآخر وفق هذه المقاييس التي ذكرناها، لا من خلال الأهواء في الشكليات دون المضمون، لأن الشكل ولأن الجمال قد يضمحل بطريقة أو أخرى، أما الجوهر أما الأصل أما التربية الصالحة الفاضلة تبقى راسخة، لا عن طريق وسائل مجهولة يتعارف الطرفان، بل عن طريق الثقات الطيبين من الأقارب والأصدقاء. أيضا عدم التسرع في الرفض للطرف الآخر. كيجي واحد باش يخطبنا ما تعجلوش في الرفض، نتأنى نتربص نسأل الساعة. يجب التأني والتعقل والعمل على التعرف على الطرف الآخر سواء كان ذكر أو أنثى، مش بمجرد كلمة أو بمجرد وجهة نظر نتاع شخص واحد قد تكون صادقة أو كاذبة نعمل بها. إياكم الإشاعات التي تثار حول الطرف الآخر أيها الأحباب، لا دليل ولا برهان، مجرد اتباع القيل والقال، وما أكثر نقلها في مجتمعنا. كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور هامة في الخطبة، هي توافر الكفاءة، الاهتمام بالدين، عنصر مهم جدا ضيعناه، أي تقارب المستوى العلمي في السن، في الثقافة، في النسب، في المستوى الاجتماعي، والمستوى المهني والمادي، في التدين. كثير من الضحايا من الذكور أو من الإناث تزوجوا ناس غير متدينين غير ملتزمين بدين الله عز وجل، ضاعوا سواء كان من هذا الطرف أو من الطرف الآخر. بعض الأولياء ما زالوا يتدخلون في حياة أبنائهم وبناتهم الزوجية، يريدونهم أن يكونوا كما عاشوا وأن يتزوجوا كما تزوجوا هم، بنفس الذهنيات والسلوكات السابقة وبنفس المقاييس التي تربوا عليها. من الآداب التركيز على الدين إخوة الإيمان، التركيز على الخلق، واجعله في سلم الأولويات. لقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأولياء نداء، اسمعوا أيها الآباء، اسمعوا أيها الأولياء، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فعل أمر، لا تترددوا، فزوجوه. ما تقول ما دام فيه المقياس الدين والخلق كل شيء الآخر راه محذوف، دير هذا، فزوجوه، لا تتردد بل لا تستشير أصلا. هل هذه هي مقاييسنا نحن فعلا؟ ليست هذه هي مقاييسنا. نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المفترض منا كمؤمنين لبيك يا رسول الله. لا والله إخوة الإيمان، الأطفال برا واحد يسكتهم بارك الله فيكم، عم دايرين فوضى البر. لا والله مقاييسنا خدام ولا لا، ما نوع الوظيفة، ما نوع السكن، هل مع والديه أم لا، وهل قاسم ولا لا، سكنت وحده ولا لا. هذه هي مقاييسنا مع الأسف الشديد. لم نسأل أبدا
عن دينه ولا خلقه، بل نكتفي بعموميات من الشهادات العابرة. اسمعوا جيدا أيها الأحباب: يا من رفضتم تزويج ابنكم لصاحب الدين والخلق، يا من رفضتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. انذار من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أليس الفساد الأخلاقي الذي نشاهده ونسمع به يتزايد يوما بعد يوم؟ هذه هي الفتنة أيها الأحباب. أليس فسخ الخطوبة بعد شهر، بعد شهرين، بعد عام، بعد مش عارف كم من سنة بكل سهولة؟ هذه من أنواع الفتن. والطلاق السريع وتزايد عدد العوانس والعزاب ينذر بمخاطر عظيمة، إنها قنابل موقوتة ستنفجر في المجتمع في يوم ما. وجود البنت في سن متأخرة في البيت فتنة أصلا وخطر على الأسرة وعلى المجتمع. أيها الأحباب، نحن في نعيم والحمد لله، نحن في صحة وراحة وأمان، نسمع الآيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القليل ما من مجيب. تعالوا اسمعوا وشاهدوا هذا المشهد الرائع. أبو يعقوب البويطي من الصالحين وهو في السجن أيها الأحباب، إذا سمع المؤذن يوم الجمعة اغتسل ولبس ثوبه رغم التكبير، رغم أنه مكبر، ويمشي حتى الباب وهو في السجن. يسأله السجان: أين ذاهب وماذا تريد؟ يجيبه: أذهب وأريد حيث داعي الله، سمعت الأذان. وهو مكبل يستجيب لنداء الله عز وجل وهو في السجن. يقول له السجان: ارجع، ممنوع الخروج. فيرجع أبو يعقوب ويده مكبلة مناجيا ربه، إيديه مكتفة ويناجي ربه سبحانه وتعالى: اللهم يا ربي إنك تعلم، اللهم يا ربي إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني، يا ربي، يا ربي خلصني من هذه السلاسل، لقد عجزت عن أداء الفرائض. وهو في السجن وهو مكبل يتشوق لاستجابة نداء الله عز وجل. فماذا نقول نحن أيها الأحباب ونحن في نعيم الحرية والأمان؟ فماذا نقول أيها الأحباب؟ رقم 3 من آداب الخطبة أن تكون نية الزواج الإعفاف والمحافظة على الدين، لا نوايا في أطماع أو خداع. رقم 4 التخفيف في المهور وأعباء الزواج المادية. ونذر في الظاهر نحن في عقد الزواج، إذا كان جلسنا في المسجد ونسمع عقد الزواج نسمع الأولياء كثيرا ما يرددون الشرط: فلايك مثل بنت عمي. كي تسمع هذا الكلام تقول من لا زواج، كما قال واحد من الشمال، قال له كان يجي للواد هنا أنا ضرب على المرأة: فلايك كما بنت عمها، سهل الزواج بمكسور. لكن في الخفاء الله أعلم، وفي الخفاء تكاليف ومزايدات. أما ولائم الأعراس التي سوف نتطرق إليها لاحقا إن شاء الله في جمعة قادمة صارت عبث في عبث، من الساعة 10 والطوابل الدز حتى للعصر. والله حرام، والله حرام، والله حرام أيها الأحباب. سبحان الله، بالآلاف، والله منكر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكنا استسلمنا لهذه المناكر، فليبدأ أحدنا وخلي يسمع ما يسمع من نقد وانتقاد، ما يهمش، قد يكون مأجور هذا الذي يبادر بهذا. والله ما نشاهده في ولائم الأعراس عندنا تبذير وإسراف ومغالاة وتفاهة ومزايدات نحاسب عليها حسابا أليما وعظيما وشديدا يوم القيامة. رقم 5 يحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه
الذي أجيب لطلبه ولو تعريضا. من يتدخل ليخطب امرأة وهو يعلم أن هناك من يسعى لخطبتها فيفسد العملية فليعلم أنه ارتكب حراما. رقم 6: يحرم التصريح بخطبة المعتدة اللي هي في العدة. كاين بعض النساء هي في العدة وأحداث أعلمها شخصيا وقعت وهي في العدة تخطب، يستنوا غير نهار باش تدعي فيها العدة ثم تزوج. مع الأسف الشديد حرام.